اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي يوميات ولاء. النهارده دي قناه جديده يا جماعه، للناس اللي كانت بتبعت لي بتقول لي انت ليه ما بتنزليش فيديوهات على كيكات وحلويات. كيكات وحلويات انا بعتها، ودي قناه جديده. خبزت الاسبونش ده، بصوا الارتفاع بتاعه عامل ازاي، والاسبونش هش وتحفه، وده بالدقيق العادي. 4 بيضات، عليهم نص كوبايه من السكر اللي هي 100 جرام، وعليهم نص كوبايه من الميه اللي هي 75 جرام. وحطيت معلقه من المحسن 35 جرام اللي هي معلقه الاكل بس مش حراميه، وحطيت معلقه من البيكنج باودر 10 جرام، و 3 بيضات. حجم البيض يكون كبير طبعا، لو البيض صغير، عشان الناس اللي كانت بتسالني على يعني ايه 3 بيضات حجم البيض كبير. لو البيض مش كبير نزود بيضه. تمام. لو هتعمليها ب5 بيضات يبقى هتقل مقدار الميه شويه، تخليه 50 جرام، عشان الناس برضو اللي بتقولي هو احنا انت مقدار الميه بيختلف ليه. انا مقدار الميه بيختلف على حسب البيض، لان البيض ده من السوائل، يعني يعتبر ماده سائله بالنسبه لي، يعني زيه زي الميه كده، بس طبعا هو مش بديل للميه. يعني انا قصدي ان انت لو تحطي 5 بيضات فكده السائل بتاع البيض هيبقى اكتر، فهتقلي في مقدار الميه. او لو حجم البيض كبير برضو ايه مقدار الميه بتقلي. لكن لو 4 بيضات حجمهم كبير. لكن لو البيض حجمه 4 بيضات وحاسه ان هم صغيرين، ممكن تزودي سنه ميه، لان كل السوائل دي بتاثر على ارتفاع الاسبونج. تمام. انا كده جهزت كده ال4 طبقات بتاعتي، وهبتدي اشتغل في البورد دي مقاس 22، والتورتايه كانت مقاس 20. بصوا زي ما انتم شايفين كده، حطيت اول طبقه وضربت الكريمه، والكريمه اللي انا بشتغل بيها هاي كواليتي. الناس اللي كانت متابعاني من زمان قوي، انا كنت بشتغل في الفا، وطبعا الفا دي يعني ناس كتير اشتغلت بيها وشكرت لي فيها، وبعد كده حصل فيها مشاكل وغيرناها بكواليتي. وكواليتي اشتغلت في كواليتي ستار برضو ممتازه، بس السكر بتاعها اعلى من ده شويه. لكن الهاي كواليتي بتبقى خام. فطبعا موضوع السكر ده في الصيف بالذات في الكريمات بتبقى الاحسن ان احنا نشتغل في حاجه خام، علشان الفراغات للناس اللي لسه مبتدئه والكريمات بتعمل معاها فراغات. فالاحسن دايما تجيبي كريمه تبقى السكر فيها اقل، يعني تبقى خام شويه. تمام. ضربت مقدار مثلا لو هتضربي كوبايه كريمه يبقى عليها كوبايه ميه بس كده. الكريمه بتبقى مثلا لو وزنها 100 جرام، لو وزنت الميه هتلاقيها 200 جرام، فكده الضعف، يعني كوبايه قصاد كوبايه، بس كده الميه كده الضعف. طب حسيت ان الكريمه الميه بتاعتها قليله، وهي في الشتاء طبعا زي ما انتم عارفين احنا دلوقتي الجو ابتدى يبقى شتاء شتاء يعني. فالجو دوت بيخلي الكريمه تبقى تقيله، مش زي الصيف بيسيل الكريمه بسرعه. نقدر نحط كوبايه ونص، بس بنضيف النص كوبايه دي بالتدريج، ببتدي احط معلقه 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 لغايه ما ايه الكريمه تظبط معايا. حسيت ان هي واخده ميه وقابله ميه، بس خلي بالكم ان في كريمه بتشد كده وتبتدي يعني تبتدي تشتغلي بيها، مهما تحط لها ميه بتقبل ميه، وتيجي تشتغلي بيها بعد كده تلاقيها سيلت. في انواع من الكريمه كده، فخدي بالك، حاولي تجربي في كميه قليله لغايه ما تعرفي نوع الكريمه بتاعتك ايه، علشان ما تجربهاش في اوردر وانت بتسلميه تحصل مشكله. التورته دي كانت مطلوبه ان هي تبقى نص ونص من جوه، لكن الكريمه بتاعتها فانيليا وما فيهاش اي حشوات، يعني ما احطلهاش اي حشو من جوه في الطبقات. تمام. فهي كانت عايزه تبقى الكريمه بيضه، لكن من جوه تبقى نص ونص. تمام. ضربت كده طبعا اي حاجه يعني كان في فرفته كده من الكيك وقع تشيليها بايديكي علشان ما تبقاش تضايقك وانت بتجلسي. الفرفيت دي برضو بتضايق جدا. طبعا احنا حطينا كميه قليله في البدايه من الكريمه، لمينا بيها فرفته الكيك، وبعد كده زودنا في الكريمه، وهنبتدي بقى نعمل بالسكرابر اللي هو اللي فيه شرشره ده. هنعمل زي زجزاج كده، او بنسحب بالراحه فبيديك الشكل ده. التورتايه دي اتبعتت لي بنفس الشكل بنفس التفاصيل بنفس كل حاجه. الفرق بس ان في الاخر بشيل اسم البنوته وبحط اسم البنوته صاحبه التورتايه بس، لكن كل حاجه بشكل القلوب بكل حاجه هي كانت طالبه الشكل يبقى كده. بصوا زي ما انتم شايفه كده، انا سحبت بالسكرابر وماشيه معاكم بالراحه اهو. طبعا الكريمه زي ما انتم شايفين تقيله ومتماسكه. طالما ضربها كويس وناعمه معاكي وانت بتسحبيها بتبقى سهله معاكي. طبعا كل الناس اللي اشتركت معايا جديد والتعليقات الجميله، بتمنى طبعا القناه تكبر بسرعه كده بيكم باذن الله. وكل اللي بيسيب لي كومنت بصراحه بيفرحني، وفي ناس والله بتقول لي كلام حلو قوي.
طبعا انتوا عارفين ان انا عامله جروب من سنتين تقريبا. الجروب بتاعنا بتاع الواتس، في ناس كتير قوي متضافه فيه، ومجموعه جميله والله العظيم، احسن اخوات قابلتهم في حياتي. احنا ما تقابلناش وجها لوجه، بس والله اخوات فعلا. الناس اللي بتسأل في وقت الزعل ووقت التعب، وتلاقيهم بيسألوا ويتابعوا ويكلموني ويطمنوا عليا. والله اقسم بالله العلي العظيم، انا في ناس بتدعي لي والله العظيم. يعني في ام مي دي الله يبارك لها يا رب ويرجعها بالسلامه، بتعمل عمره. بعتت لي والله وهي في الحرم، ما شاء الله، ربنا يعني ينولها لنا كده، ونزور بيت الله، ونطوف حوالين الكعبه كده، ربنا يكتبها لنا يا رب كل اللي مشتاق. كانت بتدعي لي من الكعبه، وبعتلي فيديو باسمي وولادي، ربنا يبارك لها يا رب ويصلح لها حالها. والله الحاجات دي بتفرحنا قوي والله العظيم. وكل الناس اللي بتدخل تسأل عليا في الخاص، والله العظيم، انت فين مختفيه؟ ما بتكلمناش على الجروب ليه؟ طبعا الفتره اللي فاتت انتوا اكتر ناس، الناس القريبه مني والناس اللي كانت معايا على القناه القديمه، عارفين الظروف اللي انا مريت بيها والانفصال اللي حصل، والدنيا اللي اتدربكت معايا كده شويه. بس الحمد لله ابتديت بقى، يعني عارفين ان هو انا اجمع كده نفسي، ولا قومي يا بت اللي هو محدش بينفع حد، قومي كده شوفي حالك. فالحمد لله على كل شيء. آه عملت كده التورتيه زي ما انت شفتوا، عملت كده روزيتات من فوق وقفلتها برضو من تحت بروزيتات، بقمع البيديفور الوسط. ده قمع البيديفور الوسط. الناس اللي كانت بتسالني على الاقماع، وكتبت هابي بيرث داي، وهي كانت طالبه ان بين كل حرف وحرف، ده اختصار طبعا هابي بيرث داي، لان التورتيه مش هتشيل الاسم كله، فانا عملت اتش بي دي، وحطيت بين كل حرف وحرف قلب، وكتبت اسم البنوته، وحطيت 3 قلوب، وهنبتدي 4 قلوب، وهنبتدي نوزع بقى كريسبي صغنن لونه اسود. وهي كانت عايزه كل التفاصيل كده، يعني التورتيه تبقى ابيض في اسود، مش عايزه اي حاجه تانية. هنبتدي كده ايه، اوزع كريسبي في كل التورتايه، وهبتدي اعمل بقى فيونكات، والفيونكات اللي هي بالشريط الستان الاسود، وهحطها كده على التورتايه. والتورتايه دي طلعتها على 350، وحطيتها في علبه مقاس 25 في 25. تمام. للناس برضو كانت بتسألني على سعر التسعير بتاع التورت. بصوا يا جماعة، ما تقيميش شغلك بشغلي، وما تحطيش سعر على سعري، فاهماني؟ كل مكان بيختلف. يعني في ناس مثلا في الأرياف استحالة هتبيع بنفس أسعار المدينة، في ناس بتزود في الفينش، في ناس بتشتغل بكريمات تانية، في ناس الخامات عندها أصلا مرتفعة. يعني أنا ممكن أجيب الكريمة مثلا جملة، أنت تجيبيها قطاعي. فانت احسبي مكسبك، واحسبي الغاز، واحسبي كل حياتك، كل حاجه، مصنعيه ايديك، عارفه الاطباق اللي بتغسليها دي، احسبي الصابون بتاعها، لان ده اكل عيشنا، فاهميني؟ ده ما عندناش مصدر رزق غيره، فلازم نحسب كل تفاصيل كل حاجه. تمام. فانت قيمي شغلك على حسب تعبك انت. يعني انا ممكن تورتايه زي دي اقفلها من شغل اصلا، انا كنت يعني مثلا كنت بعمل اوردر كبير وفاض مني سبونشات فقفلتها، فانا جيت حطيت السعر على الاساس ده مثلا. فانت ما تجيش تحطي سعرك على سعري، فاهماني؟ انت ممكن تكون انت الموضوع معاكي مختلف. طبعا الناس اللي بادئه مشاريع لسه ما تعرفش السعر، ان شاء الله هعمل لكم فيديو ممتاز 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 للموضوع ده.